في هذه الملفات مع الدكتور أحمد الشناق أمين عام حزب الوطني الدستوري. دكتور أحمد حياك الله، أهلا بك. حياك الله دكتور أحمد. دكتور أحمد حياك الله، أنت على الهواء. سنعود الاتصال مرة أخرى بالدكتور أحمد الشناق أمين عام حزب الوطني الدستوري في هذا السياق. إذن كما تحدثنا سابقا، التطورات في الأراضي الفلسطينية يعني ألقت بظلالها على جزء كبير من هذه الزيارة لجلالة الملك على في واشنطن. كذلك الأمر تحدث بشكل مفصل على الانتهاكات التي تحدث في القدس المحتلة، وأيضا عن ما يحدث وأهمية الوصاية الهاشمية وكيف تقوض أو كيف يقوض الاحتلال هذه المحاولات للتهدئة. مرة أخرى مع الدكتور أحمد. حياك الله دكتور أحمد. يا مرحبا. حياك الله. بداية، ما أهمية هذه الزيارة في هذا الوقت في ظل تطور في عدد من الملفات في الشرق الأوسط؟ شكرا. الحقيقة جاء تحرك الفاعل والقوي جدا والمؤثر لجلالة الملك في دولة القرار ولقائه مع مؤسسات القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا بعتقد هذه اللقاءات لم تتح لأي زعيم في العالم أن يصل ويتحدث مع مؤسسات القرار، بدءا من الرئاسة الأمريكية، الإدارة الأمريكية، نائب الرئيس، مجلس النواب. أيضا هناك لقاءات مع منظمات يهودية دولية وعديد الفعاليات لجلالة الملك. جاء توقيت هذه الزيارة بالمرحلة التاريخية التي تمر فيها المنطقة، وعلى رأس ذلك وأولويات ذلك القضية الفلسطينية بحكومتها الجديدة، القضايا الإقليمية، التطرق تم للمسألة السورية، الأمن واستقرار العراق، هذا الإقليم الملتهب حقيقة بعدة قضايا يعني هي مسار الاهتمام العالمي ومسار المنطقة، يعني إنجاز التعبير حبلى بما هي ذاهبة إليه على عديد الملفات كما أشرت أستاذي الفاضل. وهذه الزيارة حقيقة جاء في تأكيدات قوية من دولة القرار الدولة الأمريكية حول أهمية ومحورية الدور الأردني والقيادة الإقليمية لجلالة الملك. واللافت في الموضوع في هذه التحركات الملكية بلقاءاته المتعددة، لأول مرة قد يكون هناك تطور على الموقف الإدارة الأمريكية والحديث صراحة عن حل الدولتين، وهذه قضية في غاية الأهمية الاستراتيجية. وحتى الموقف الأمريكي التاريخي المعروف كان يتحدث عن سلام وغير ذلك، ولكن لأول مرة يتم الحديث من الإدارة الأمريكية، من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من وزير الخارجية الأمريكي عن حل الدولتين في المنطقة. وأنا أعتقد هذا تطور استطاع جلالة الملك أن يعني يكون هناك في تحول في الإدارة الأمريكية نحو أولوية ومركزية القضية الفلسطينية لأمن واستقرار المنطقة. وهذا قضية في غاية الأهمية حقيقة تستوقفنا كثيرا كمحللين ومتابعين سياسيين لهذا الصراع التاريخي الممتد. وبالتالي أنا أعتقد هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير جدا. وكان هناك أيضا إشادة سواء من رئيس مجلس النواب المكارثي، وهو جمهوري بالتأكيد، عندما أكد عن سعادته بلقاء أول زعيم عالمي يلتقي فيه في الكابيتول. أيضا التأكيد من خلال وزير الخارجية على بإثنائه على القيادة الإقليمية لجلالة الملك ودور الأردن المحوري. أيضا تغريدة اليوم كانت للرئيس بايدن حول سعادته بلقائه مع جلالة الملك وسمو ولي العهد، وينظر ويتطلع إلى سنوات قادمة لمزيد من العمل المشترك ما بين الأردن والولايات المتحدة. أيضا لقاء جلالة الملك مع نائب الرئيس كالا هاريس وحديثها أيضا عن الدور المحوري للأردن. وكل هذه المؤسسات السياسية الرسمية الأمريكية أكدت على دور المملكة الأردنية الهاشمية بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي للمقدسات والقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس. هذا يعني المجلس النواب
بزعيم الأغلبية الديمقراطية، كذلك الحال بزعيم الأقلية الجمهورية، كذلك الحال من خلال الإدارة الأمريكية. أيضا كان لقاء مهم ولفت الانتباه أستاذ عبد الرحمن، وهو حديث وخطاب جلالة الملك نعم بإفطار الدعاء الوطني الأمريكي 71، وبذات الوقت أيضا كان في كلمة للرئيس الأمريكي بايدن من خلال الأونلاين، وأيضا لقاء جلالة الملك مع منظمات يهودية أمريكية ودولية. أستطيع القول يعني نحن أمام قامة عالمية إنجاز التعبير لجلالة الملك في كيف يخاطب الآخرين، وكيف يأتي العالم إلى الحق الفلسطيني وإلى العدالة وإلى الحرية وإلى احترام المقدسات. وكان لافت من جلالة الملك في حديثه عن القدس أن الموضوع أبعد من سياسي وليس له علاقة سياسية، كإرث شخصي تاريخي للهاشميين واستشهاد الملك المؤسس على عتبات الأقصى وبالذاكرة. والحسين رحمة الله عليه، الملك الحسين كان أميرا ونجا بأعجوبة من تلك من ذلك الاعتداء وذلك الاغتيال. الحقيقة يعني أستطيع القول أنها زيارة ملكية قد تكون تاريخية في توقيتها وأهميتها، وهذا التأثير القوي لدى الإدارات الأمريكية ومؤسساتها المختلفة، وتأكيدهم جميعا على أن قوة الأردن قوة استقرار للمنطقة. نعم دكتور أحمد، أيضا مفتاح للسلام في المنطقة. نعم يعني حقيقة موضوع كبير وشامل. هذه الزيارة الملكية تستحق مزيد من التحليل والتوقف عندها، وأعتقد كان في رسائل عديدة لدول المنطقة أيضا حول الدور المحوري للأردن والدور القيادي لجلالة الملك على مستوى المنطقة والإقليم، والتزام الولايات المتحدة، لأنه تم بحث أيضا حول الاتفاقية الأردنية الأمريكية ل7 سنوات واستمرار الدعم الأمريكي المعني بأمن وازدهار الأردن الاقتصادي. حديث كبير جدا وعميق جدا بالتأكيد من كافة المؤسسات حول الدور المحوري للأردن والقيادة الإقليمية لجلالة الملك. طيب دكتور أحمد، سنأتي إلى هذه المحاور المهمة. دكتور أحمد، إن كنت تسمعني دكتور أحمد، سنأتي على ذكر هذه المحاور المهمة، لكن برأيك تحدثت أيضا، يعني كان هنالك حديث لرئيس جو بايدن عن أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس. ما انعكاس هذه الزيارة باعتقادك سيكون على القدس والوصاية الهاشمية؟ الحقيقة جلالة الملك الآن هو يعني وصل إلى كافة دوائر القرار المؤثرة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية القرار فيها مؤسس يا أستاذ عبد الرحمن. يعني تبدأ من البرلمان، المجتمع. أيضا هذا الإفطار الوطني ليس إفطارا عاديا، تحضره النخبة السياسية الأمريكية والقيادات الاجتماعية والرجال الأعمال، أيضا المنظمات اليهودية. يعني جلالة الملك يعرف كيف يتخذ القرار بداخل الولايات المتحدة، ولا زالت الولايات المتحدة وستبقى بالتأكيد دولة القرار على كافة قضايا المنطقة. وبالتالي هي رسالة للإسرائيليين أنه لا يجوز. ومن أجل ذلك بلقاء الأمس تابعنا رئيس الوزراء الكيان الصهيوني نتنياهو يتحدث على CNN أنه السلام أولا يكون مع العرب ومن ثم يأتي مع الفلسطينيين، وسيكون سلام عملي، وسيأخذ الفلسطينيين كافة سلطاتهم في إدارة شؤونهم. يعني بصراحة إنجاز التعبير لي الصراع السياسي والدبلوماسي في الساحة الأمريكية ليس أمرا سهلا، ليس أمرا يسيرا، وخاصة أن الولايات المتحدة هي الضامن لأمن إسرائيل وبقائها في المنطقة. هذا التحول أو التطور التاريخي في إعلان رسمي من إدارة أمريكية أن القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم ويستند على حل الدولتين ليس أمرا سهلا. يعني ليس موقفا يسيرا، ولكن هذا بحاجة طبعا إلى ظروف مناسبة ومناخ مناسب وإلى بيئة مناسبة في كيفية أن يفتح أفق سياسي حول الحوار. وهذا ما أكد عليه جلالة الملك، أن المنطقة الآن بحاجة إلى الحوار بأفق سياسي. وبالتالي أنا بعتقد أن القضية الفلسطينية والحل للقضية الفلسطينية يعني أعاد الملك لها أولويتها على الأجندة الأمريكية، لأنه نعرف الولايات المتحدة الدولة الكبرى الأحادية منشغلة بقضية أوكرانيا وقضية الصين وقضية تايوان. فبالتالي جلالة الملك أعاد الحياة إلى الدولة الفلسطينية بأولوية ومركزية هذه القضية، وأعاد أيضا الحياة لقضية القدس والمقدسات التي هي موطن الأديان جميعها كانت.
وهذا الرابط التاريخي ما بين العائلة الهاشمية والمقدسات. وبالتالي جلالة الملك يعني ذهب إلى مخاطبة العقل والعاطفة والوجدان الأمريكي بمؤسسات القرار، لم يكن خطابا عاطفيا بمفهوم مجتمعي، وإنما عندما يتحدث أيضا مع مجلس النواب بكافة قياداته، المنظمات اليهودية الدولية والأمريكية، وهي بالتأكيد صاحبة قرار على القيادة الإسرائيلية. إذا نحن أمام زيارة حقيقة تستحق الكثير من التوقف عندها وتأخذ مداها في التحليل، وننتظر عندما يؤكد الرئيس الأمريكي وكافة مؤسسات القرار على القيادة الإقليمية لجلالة الملك عبد الله الثاني وعلى الدور المحوري للأردن، وأن الأردن قوة لاستقرار المنطقة، وعلى الصداقة الدائمة ما بين البلدين الولايات المتحدة والأردن. أنا بعتقد هي رسائل أيضا لدول المنطقة مع احترامي الشديد، ودول الإقليم على مستوى الشرق الأوسط. إذا نحن أمام نتائج زيارة نرتقب أن يحدث هناك تحولات، خاصة جلالة الملك ووزير الخارجية الأمريكي أكدوا على الحل السياسي في المسألة السورية، على أساس قرار مجلس الأمن 2254 وحل سياسي عادل يرضي جميع الأطراف. وأيضا أكد في لقائه مع بلينكن جلالة الملك على أمن واستقرار العراق الشقيق. إذا جلالة الملك يتحدث في قضايا المنطقة والإقليم، يعني بالتالي هذه الزيارة يعني سيكون، أنا أقرأ هكذا، هناك في تحولات في الموقف الأمريكي، ولا ننسى هذا الاهتمام الأمريكي، مجيء مستشار الأمن القومي سوليفان قبل فترة، ثم مجيء وزير الخارجية الأمريكي، وهناك وفد من الكونغرس. المسألة أهميتها إعادة إحياء أولوية القضية الفلسطينية ومركزيتها على القضايا العديدة العالمية المنشغلة بها الولايات المتحدة. والأمر الثاني، متابعا لهذا الصراع التاريخي ومحللا، لأول مرة صراحة تعلن الولايات المتحدة حل الدولتين والحفاظ على الحق، الوضع التاريخي للقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات. أعتقد زيارة موفقة وناجحة وفاعلة، وستنعكس على القضية الفلسطينية وعلى قضايا المنطقة والإقليم بحكمة وشجاعة جلالة الملك مع أشقائه العرب، وأيضا باحترامه لدول إقليمية على أساس عدم التدخل في شؤون الغير. دكتور أحمد، بدقيقة إذا تكرمت، يعني كيف سيكون أثر هذه الزيارة وما الانعكاسات على الأردن من جميع النواحي، سياسيا واقتصاديا أيضا وعسكريا؟ بالتأكيد يعني تم التطرق للاتفاقية الأردنية الأمريكية. وأكد الرئيس بايدن على الصداقة الدائمة لسنوات قادمة، والولايات المتحدة معنية بأمن الأردن واستقرار كقوة في الإقليم وعلى الازدهار الاقتصادي أيضا. هذا ما جاء على لسان نائبة الرئيس هاريس. وبالتالي الأمريكان بمختلف مستويات القرار، وهذا ما تبعناه عبر تغريدات أعضاء مجلس النواب مؤثرين وكبار، تأكيدهم على دور الأردن المحوري، وأن الأردن قوة لاستقرار المنطقة، ويعني مؤكدين على قضية أمن الأردن واستقراره وازدهاره الاقتصادي. وهذا يتمثل بأيضا الاتفاقية لمدة 7 سنوات حوالي 10 مليارات وبما يزيد من الدولارات دعما للأردن. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد الشناقي، أمين عام حزب الوطني الدستوري. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث وهذه